صح شريبتكم. صاحب أطول وأقدم رحلة مسجلة في التاريخ تونسي. قبل ما يكون فما صناع محتوى للرحلات والسفر، قبل ابن بطوطة وقبل كريستوف كولومبس، نلقاو حانون القرطاجي. ملك قرطاج، قائد عسكري، بحار، مستكشف، حكم من 480 ل 440 قبل الميلاد، خلفاً للملك أميلكار الأول. قاد رحلة استكشافية بحرية في 465 قبل الميلاد، وتوجه نحو خليج غينيا لتأسيس مستوطنات ساحلية جديدة، توسيع مجال التجارة البحرية القرطاجية. نقشت رواية الملك حانون على جدار معبد ميلكارت في قرطاج اللي دمروا الرومان. يعود الفضل لنقل هذه التفاصيل إلى بعض الرحالة الإغريق اللي زاروا قرطاج قبل تدميرها، وتركونا نسخ عن النقوش الأصلية اللي وجدوها في المعبد. هل هي أسطورة أو واقع؟ تفاصيل الرحلة تتوافق مع تضاريس ومعالم إفريقيا الغربية، والدراسات العلمية أكدت واقعية وصدق هذه الرحلة. كانت هذه هدرسة الليلة.